عامل بطوله كبيره جدا. مين افضل لاعب النهارده انا بديها البيرسي تاو. البيرسي تاو، لكن عايز اتكلم عن جائزه امام. امام اعتقد ان دي مكافاه لامام ردا على اقاويل كتيره في حاله دخول امام داخل النادي الاهلي. احرازه الهدف في البطوله فرق معاه بشكل كبير. بحصوله على البرونزيه. اعتقد ان امام ما كانش هيلاقي كده في اي مكان تاني الا في النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج مهاجم؟ ده مليار في المية. هو ايه ردا على وجود امام في النادي الاهلي؟ مش فاهم. بص يا كابتن، تعال مش هسيبك. هجيلك. لا هجيلك. بص يا كابتن، ردا ان امام مش مرتاح داخل النادي الاهلي. امام عنده مشاكل مع كابتن خليل. ما انا اقول لك كل الكلام يا كابتن قبل البطوله. امام مش مرتاح، امام الراجل ما بيلعبوش. لا بالعكس، امام عنده مشاكل. اصل الكابتن خطيب ما سلم عليه وما بسوش. بص كل الكلام اللي بيحصل على امام عاشور ان امام عاشور لعيب كويس. امام عاشور كان في الزمالك كويس، وهو لما راح الاهلي هو برضه لعيب كويس، لكن امام عاشور لسه ما عملش حاجه مع النادي الاهلي. هو ده اللي بنتكلم عليه. هل مستوى امام عاشور، انت شايف مستوى امام عاشور هو مستواه اللي كان في الزمالك؟ كابتن اللعب في الزمالك، بص يا كابتن اللعب في الزمالك، بص يا كابتن اللعب في الزمالك حاجه واللعب ممكن في النادي الاهلي حاجه ثانيه. ايه بقى الاختلاف؟ ما انا اقول لك يا كابتن، اختلاف ان تلعب في اكتر من بطوله، الضغوطات عليك كبير جدا. انا بقول لك يا كابتن اهو ضغوط النادي الزمالك برضو اكتر كمان. ليه بقى؟ لان نادي الزمالك اصلا ظروفه صعبه جدا، ومطلوب برضو من جمهوره ان هو ياخد بطوله في ظل الظروف دي. لا يا كابتن بس انت بتتكلم يا كابتن، انت بتتكلم في امام عاشور وهو رايح نادي الزمالك ما كانش نجم، صح؟ ما كانش عليه ضغوط. بقى نجم. ما كانش عليه ضغوط. لا عليه ضغوط. لكن ان انت جاي يا كابتن بالمبلغ ده، ان انت جاي وامام عاشور وجاي الناس بتعتبره ان هو جاي من نادي الزمالك، انهي ضغوط اكبر؟ اقول لك على حاجه. امام عاشور وهو بيلعب في الزمالك ما معهوش القماشه اللي تساعده. امام عاشور في النادي الاهلي معاه القماشه، يبقى مين يساعد مين ويبقى افضل فين؟ طب ما انا قلت لك يا كابتن انت مش هتحقق كده الا داخل النادي الاهلي. ايه ده؟ انت مش هتحقق البطولات دي الا داخل النادي الاهلي. مش انت اللي بتقول قلت كده؟ ما انت بتقول قماشه. غير نادي الزمالك. غير نادي الزمالك ازاي بس يا احمد؟ ازاي؟ تمام يا كابتن، ما انت بتقول قماشه، ما انت اللي بتقول دلوقتي مضغوط. بالعكس ده الزمالك بيتضغط نفسيا اكتر، لان اللعيبه محبطه لدرجه المشاكل بتاعت النادي، هو مش قادر يطلع من الحل فيها، ورغم ذلك الجمهور وراه، بس هو مضغوط ان هو يبقى كويس بس في ظل النتائج. لكن النادي الاهلي نتائجه كويسه. يعني امام عاشور لما يروح والنادي الاهلي واخد 5 بطولات حلو. طب ليه ما في بطولات ما خدهاش يا كابتن؟ طيب ما في بطولات ما خدهاش. ما ثانيه بس. تمام. النادي الاهلي اللعيبه والقماشه اللي موجوده، خلينا مختلفه عن القماشه اللي موجوده في نادي الزمالك. مين يساعد مين؟ لا القماشه اللي في النادي الاهلي تساعد امام ان يبقى افضل وافضل. طب انا ايه اللي اختلف عن كلامي؟ هل هو مستواه؟ ايه اللي اختلف عن كلامي؟ ان انا قلت لك هو اللي هيلاقي ده مش موجود في حته ثانيه. ما انا بقول لك هو تحقيق البطولات دي. ايوه ردا يا كابتن ان الراجل كان بيتهاجم الفتره الاخيره ان هو مش مرتاح في اوضه اللبس، ان في مشاكل مع حسين الشحات، ان الكابتن الخطيب سلم عليه وما بسوش. فين كل الكلام ده؟ الكلام ده مش موجود. الكلام ده انا بقول لك يا كابتن ان امام ياخد برونزيه مع النادي الاهلي بتضاف له في تاريخه. ان امام يجيب هدف في كاس عالم الانديه بتضاف، ان امام ياخد احسن لاعب النهارده في المباراه. دلوقتي اضافت للمودست اللي هو اصلا ماشي يا كابتن. ما هو ده التواجد ده داخل النادي الاهلي اللي انا بتكلم فيه، مش هيبقى موجود في اي مكان تاني، مش هيلاقيه. انا بتكلم على حاجه وانت بتتكلم على حاجه ثانيه خالص. انت تسخنوا في اخر الحلقه؟ لا انت بتتكلم على حاجه بتكلم على حاجه ثانيه خالص. ما انا مش عايز اصل الكلمه دي عارف استغربتها شويه. اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت امام دي، يعني ردا ومش عارف وبعدين اختلاف. سيبونا دقيقتين يا جماعه لو سمحتوا. يعني انا برضو لا الحقيقه انا مش معاك في الحته دي. بص يا كابتن انا اتكلمت في نقطه معينه اللي هي امام كان بيتهاجم قبل كاس عالم الانديه. امام عاشور هو مستوى امام عاشور. امام عاشور لما كان في الزمالك قلت لي لا اصل في اختلاف. ايه الاختلاف؟ يا كابتن ما كان انت انا اللي بقول لك دلوقتي امام بيلعب ب 50 60% مستواه. انت بتقول عكس ما لا مش انت بتقول النادي الاهلي هيساعد، المفروض يساعد عشان دي منظومه بتساعد صح؟ تمام. طب ما هو اصلا مش في مستواه اللي كان في نادي الزمالك، ما ساعدوش ليه؟ بس بيحقق ولا مش بيحقق؟ تمام، يبقى 50 60% مستواه بيحقق، يبقى ده ولما خرج من البطولتين بيحقق. ما هو انت يا كابتن ما انا اللي بقول لك كده. هو دلوقتي ماشي، هو دلوقتي موجود، هو دلوقتي موجود. انت بص عملت زي ايه المشجع. خد بالك يا جماعه، انا والله العظيم
انا بستغرب بس من الكلام. انا بتكلم على الفيديو اللي انت جبته المشجع قال لك اللعيبه عشان عايزه تنزل تكسب، في الماتش ده عايز تنزل تكسب، وفي ماتش فلومينينسي لا مش عايز تنزل تكسب، في ماتش الاتحاد عايز تنزل تكسب، في ماتش اتحاد العاصمه مش عايز تنزل تكسب. ده مش كوره، مفيش حاجه اسمها انا او اي لعيب في مصر او اي لعيب في العالم مفيش لعيب مش عايز يكسب. فدي ما تتقالش كده عشان الناس تصدق حاجه بس وخلاص. كل اللعيب انت جيت في ماتش او ابراهيم او اي حد نزل الملعب حتى لو هو حاسس ان هو مش يوم عايز ينزل يخسر. يا كابتن هو انا دلوقتي لما باجي اقول لك الامام بياخده ده، الامام بياخده ده في حاجه اسمها هياخده في اي نادي تاني. بص انا خد بالك بالعكس الناس كلها لما اتكلمت حتى على النادي الاهلي في ماتش فلومينينسي انا قلت انتوا ظالمين الراجل، في عدم توفيق، في فرص راحت. حتى انا اتكلم على كولر الناس ظلماه على فكره، وانت كنت معايا لما كان فتره اللي فيها النادي الاهلي كان مستواه متذبذب، انا قلت لك ايه كولر مدرب كويس. في فتره لازم تحصل دروب للنادي الاهلي وده طبيعي، لكن في اوقات كتير في عدم توفيق للنادي الاهلي في الفرص اللي بتضيع. شوف انا كنت بدافع اهو انت فانا بكلمك بس مش اي بقى كلام يتقال يا كابتن. مش بص يا كابتن مش اي كلام، انا بقول لك اخيرا يعني ان امام كل الانجازات اللي بيحققها مع النادي الاهلي كل الانجازات ده لسه ثالث عالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل الاهلاويه حبايبنا لايك واشتراك، بارك الله فيكم. ألف مليون مبروك على فوز الأهلي بتامن مشاركة ليه في كأس العالم للأندية، وغيرنا مش عارف يشارك ولا مرة، بيتفرج بس من بره. حصلنا على 4 برونزية ومش عاجبهم ويتنقزوا على الأهلي وينقرزوا عليه، لكن الأهلي كبير يا سادة، كبير أفريقيا وكبير العرب، غصب عن الجميع اللي مش عارفين يروحوا كأس العالم بيشوفوه بس في التلفزيون. اللي حصل مع إمام عاشور الفترة السابقة كلها كانت عبارة عن ممارسة ضغوط كبيرة جدا على اللاعب عشان خاطر مستواه يهبط ويتخبط ونفسيته تتعب داخل النادي الأهلي. ولكن إمام عاشور شخصيته قوية، وإحنا عارفين إنه هيرجع لأحسن مما كان في نادي الزمالك، وعارفين قيمته كويس، وهو عارف قيمة المكان اللي هو فيه. ودي مجرد شارك مع النادي الأهلي شهرين حصل على أول بطولة ليه، والبطولات جاية كتير. يا إمام عاشور البرونزية يعتبر بطولة غيرنا مش قادر يتحصل عليها، برغم إن إحنا كان أملنا إن إحنا نحصل على الفضية، ولكن كده معقول. وأدينا أداء كويس في كل المباريات اللي لعبناها في كأس العالم للأندية بأداء ولا أروع، رغم الهزيمة في المباراة التانية قدام الفريق البرازيلي، وده مش عيب ولا حرام، وده أمر طبيعي. والأهلي رغم كده كان هو الأفضل قدام الفريق البرازيلي. فكل الزملكاوية اللي بيمارسوا ضغوط على إمام عاشور عشان خاطر يتعبوا إمام عاشور ونفسيته تتعب وما يقدرش يأدي الأداء المتوقع منه، وعاملين لود جامد عليه، فبنقول لهم انسوا الكلام ده كله. جماهير النادي الاهلي كلها في ظهر امام عاشور، لان جماهير النادي الاهلي كلها في ظهر كل لعيبه النادي الاهلي. طول ما احنا شايفينهم بيلعبوا بكل قوه ورجوله داخل الملعب وعايزين يحسنوا نفسهم حتى لو مش قادرين في فتره ما. فاحنا واثقين في امام عاشور، واثقين في الفريق، واثقين في ان احنا فريق البطولات الاول على مستوى القاره وعلى مستوى الدوري المحلي. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه. اديني لايك واشتراك، والف مليون مبروك مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.